السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا كل حبايبي، أنا رفيدة ممدوح ودي قناة أكلك على قدك مع رفيدة. احنا النهاردة الفراخ ما شاء الله اللهم بارك اللهم صل على النبي الله أكبر. زي ما انتوا شايفين خلاص يعني ايه بقينا في المرحلة الخطرة زي ما بيقولوا. لو فراخك بتسهل عالجيها بالخلطات، ارجعوا لها في القناة. احنا عملنا خلطات قبل كده ودواء بشري ودواء عضوي للفراخ اللي بتسهل. اهمهم كان اللي هو الانتوسيد بتاع الاطفال، يعني كان ده اهم حاجة. وكمان من ده كان الدواء البشري. الدواء العضوي بقى اللي هو كالاعشاب الطبيعية اللي هو كان الشيح كان ان شاء الله يعني هينزل في الفيديو اللي فات. الشيح كان مع خلطة جبارة للإسهال والرفع المناعة وللحاجة أو يعني حاجة قوية عند الفراخ إن هي تحويل كويس في وزنها وحجمها. احنا فراخنا يعتبر من نوعية الفراخ اللي ما يعني بتكبر تدريجيا بالراحة قليل لحد 30 يوم. لحد 30 يوم تلاقيها فرخة مثلا لحد 30 يوم تلاقيها مثلا كيلو الجرامات كده. تبتدي بقى من بعد 30 يوم 10 ايام، هي دورة الفراخ 40 يوم 45 يوم يعني اخر حاجة ليها. لو انت عايزاها تزيد شوية 40 45 ما تكترش عن كده. احنا فراخنا النوعيه دي اللي انا جايباها دي مش النوعيه اللي هي فيها النقطه السمراء، اللي فيها النقطه السمراء بتكبر بسرعه، انما اللي دي النوعيه دي يعني جبناها قبل كده بس يعني دي بقالنا فتره ما جبناهاش. فلما جبناها ما فيهاش اللي هي النقطه السمراء. النقطه السمراء بتبقى من هنا كده يعني فوق من هنا كده، فدي ما فيهاش النقطه السمراء. فخدت وقت شويه يعني. حتى لو فراخك لقيتي فيها ثبات في الوزن، انا جايه النهارده مخصوص عشان اقول لكم ان لو فراخك عدت ال30 ولقيتي فيها ثبات في الوزن ويوم واتنين ما تستنيش، لان دي اخطر مرحله. يعني خلاص بقى انت قدامك 10 ايام وراح تذبحي او 15 يوم بالكتير وراح تذبحي، فعايزه وزن، فتحركي بسرعه. اعملي الخلطات اللي عملناها على القناه. وكمان انا جايه اقول لكم على حاجه، مش هقول لكم بديل للعلف لانك لازما تحطي علف. مش اسمها بديل للعلف، في حاجه بتساعد مع العلف. يعني كل الوقت اللي طالع بديل العلف لا، مفيش حاجه اسمها بديل العلف، هو لازما حاجه تساعد مع العلف. احنا في المرحله دي كده بقى انا ببتدي من 30 يوم اهو اللهم بارك. شايفين ما شاء الله الفراخ بتاكل كويس. انا كنت معالجاها برضو من الاسهالات، قعدت فتره 5 ايام احط لها شيح 5 ايام مع الشيح، واحط معاه مره شيح ومره انتوسيد ومره الشيح مع الانتوسيد كده. يعني المهم ان هم ما يبقاش عندهم اي اسهالات خالص. ساعه ما تلاقي الاخراجات بتاعتهم ناشفه كده تبتدي فراخك تتحول. ساعه ما تلاقي عندك ثبات في الوزن تلاقي فراخك تعبانه، اكيد فراخك تعبانه. شوفيها كسلانه قاعده حاطه دماغها جوه جسمها كده، مش منفوشه زياده عن اللزوم، مش حجمها طبيعي، ثابته بقالها كام يوم ما بتكبرش. يعني حتى يعني الخلطات، عايزه اقول لكم الخلطات كلها مفيده وبترفع المناعه وبتزود الوزن، بس لما تكون الفراخ صحيحه وسليمه. لما تكون الفراخ تعبانه الخلطات بتجيب بس بطيئه يعني، فانت لازما تدخل بيطري تجيب لهم علاج ومع الخلطات اللي انت بتعمليها. يعني علاج مع خلطات رفع الوزن مع خلطات اللي هي بتاعت رفع المناعة ورفع الوزن، والخلطات اللي هي بتعمل لا اله الا الله نسيت، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نسيت. طيب انا جاي اقول لكم، مش هطول عليكم، انا جاي اقول لكم النهارده معلومه مفيده جدا. مش هقول لكم بديل العلف، هي بتساعد مع العلف كتير جدا جدا جدا، وكيلو منها بيرمي كتير عن كيلو العلفه بصراحه. يعني لان كيلو العلفه في الحجم ده يعني في السن ده ما يدوب طقه واحده زي ما بيقولوا، يعني يا تحطيه الصبح يا تحطيه اخر النهار مره. فهو بسم الله يلا نهش الفراخ ونشوف احنا حطينا لهم ايه النهارده. بسم الله عدوا انا طبعا كنت كنسه امبارح. انا بكنس لفراخي يوم ويوم كل يوم على قد ما ربنا يقدرني بقى يعني وحسب الصحه. ربنا يديكم الصحه، انا ريحتي تعبانه شويه فمعانا بقى انتوا زي ما انتوا شايفين هنا كده اهو
اهو. نقربه بقى للكاميرا في النور، بس النور بعيد عني شويه اهو. ده اهو ادي العلفه وعيش، عيش مهرهد، عيش دشينه في المدشه اللي هي بتاعت الرز، ورز رز 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 مطبوخ رز اهو. بصوا استنوا اهو، بص رز مطبوخ، رز طبخاه. لما اوريكم الحله لما اجيبها في النور بقى اهي. انا طبخه لهم حله رز اهي، شايفين؟ وحاطه فيها ملح. طبخه لهم حله رز، ممكن من رزكم بقى، ممكن اي لقمه تفيض قعر الحله، مش عارفه لقمه باظت منك وشاطت، لقمه فاضت مثلا لتاني يوم وحسها مش نظيفه، بقيت اكل ولاد، مش عارفه ايه. كل الكلام ده كنا بنعينه في الفريزر لحد ما نجيب فراخ. لو ما عندكش فراخ لحد ما نجيب فراخ، وبنرجع نطلعهم للفراخ، بنضيفهم على العلف اهو. شايفين؟ رز وطبخاه وحاطه فيه ملح ومزوده فيه ملحه، مزوده فيه ملحه. ليه بقى؟ بس مش يبقى شرش يعني، لا يعني مزوده فيه ملح شويه، عشان ان هم ياكلوا ويروحوا يشربوا، يغبوا في الاكل كده، وياكلوا بسرعه، ياكلوا كتير، فاهمه؟ مش ياكلوا بسرعه، ياكلوا كتير ويروحوا يشربوا. وكل لما يشربوا ويعطشوا يروحوا يشربوا وياكلوا. تمام اهو. الرز زي ما انتم شايفينه كده، دون كان كسر الرز عشان انتم شايفين البتاع الاسود اللي فيه ده كان كسر الرز. احنا عندنا هنا بنبيض الرز، معناها ان هو الرز بيجي لنا شعير من الارض بالسنابل بتاعته يعني، وبنضربه بنبيضه في البتاع في المطحنه دي، بيطلع لنا بقى رز ابيض، والسرس اللي هو ده الناعم القوي ده السرس. فده كان حبه كسر رز عندنا كده النهارده، فطبخناهم زي ما هم بحالهم وحطينا فيهم ملح بس. وخليه بقى اللي هو عندك بقى لقمه رز بايته، لقمه رز ما انتش عايزاها كده زي ما قلت لك، عينيها وجمديها ودوبيها على العلف. بيساعد العلف جدا زي ما انتم شايفين ما شاء الله يعني. مش بديل العلف بس مع العلف اهو. على العيش اهو، عيش دشاه، عيش مدشوش على علف على رز. الخلطه دي بتبقى جميله جدا، بتخلي الفرخ اولا بطنه يعني العلف زياده. مش هقول لكم ان هو مفيد قوي يعني برضو، لان العلفه مهما كان فيها مواد ومش عارفه فدي تعتبر خلطه بيتي اهي، جميله جدا، فيها نسبه علف بس مش كتيره، اكترها رز وعيش. اولا بتوفر، تاني حاجه يعني ربك والحق يعني عشان العلف غالي جدا جدا يعني. الشكاره ما شاء الله واصله 600 و700 وحاجات غريبه كده بتحصل. نقتصر بقى في الايام الاخيره دي، والايام الاخيره دي عايزه تجوعي فراخك ساعتين اهو. بسم الله يلا جوعي فراخك ساعتين، جوعيهم ساعتين الصبح وساعه بس اخر النهار. يعني مثلا ممكن يعني من غير ما تشيل الاكل ولا حاجه، ممكن تطفي النور، بس تطفي النور هتلاقيها قعدوا مش بياكلوا. احسبها على ايدك ساعتين، ما تطوليش بقى عشان ما يتعبوش منك مثلا ويجوعوا قوي ويجوا ياكلوا يفرهدوا ويقعدوا على الارض. هي بس ساعتين الصبح. ليه؟ لان هم اولا يعني طبعا بيبقى قدامهم العلف والميه زي ما انتم شايفين. احنا كده خلاص مرحله البيات، احنا بقينا بالمغرب جدا يعني. بيبات قدامهم العلف والميه تمام، وبندخل لهم كمان قبل ما بنام، يعني لازم انا احط لهم علف وميه قبل ما انام. بياكلوا، وممكن على الفجر ما عدتش تلاقي عندهم اكل، يفضلوا الساعتين بقى اللي هم التانيين دول من غير علف. تقومي بقى الصبح تقومي حاطه لهم علفه وميه وكل حاجه. طبعا الميه فيها الخلطه اللي بتاعت المره اللي فاتت، اللي كان فيها بنجر وكان فيها كزبره، كل الحاجات دي انا بغليها. والتفل بتاعها يعني بضربها في الخلاط، اغليها واضربها في الخلاط، احط الميه في الميه، والتفل بتاعها بحطه في قلب العلف، بقلبه في قلب العلفه بتاعته. خلطة البصل والثوم مهمة جدا جدا، خلطة البنجر مهمة جدا جدا. ممكن فلفل يعني فلفل حامي بس ما يبقاش حامي قوي، يعني نسبة بسيطة، يعني ما تفتريش في الحمو يعني، لا حاجة بسيطة بس ان هم يعني ياكلوا، فاهمة؟ حط الجنزبيل البودر جميل جدا، الجنزبيل البودر برضو على العلف حلو قوي قوي. الحاجات دي كلها يعني بتحول لك الفراخ تحويل كويس. وما طولش عليكم الفيديو، وما تنسوش اللايك يا حبايب قلبي، وبحبكم في الله، ويعني ودوره سعيده علينا وعليكم. ولما تكبر انت بتفرحي بيها، وانت بتذبحيها بتفرحي بيها، لكل مربي ولكل حد بيبيع. ربنا يرزق كل حي يا رب برزق الحلال الطيب. واشوفكم في امان الله، مع السلامه.